السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وبمناسبة اقتراب عيد الفطر غادي نبداو ان شاء الله تحضيرات ديال عيد الفطر. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد الكيكه اللي كتجي صراحه رائعه، وغير بيضه وحده كتحصلي على واحد الكيكه اللي هي راقيه وفي المذاق زوينه بزاف. الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها. ونبداو على بركه الله بالمقادير. اول حاجه البنات كنحتاجو هنا بيضه وحده، طبيعه الحال تكون بحراره المطبخ، وكنضيفوا عليها واحد القبيصه ديال الملح. ضروري الملح في اي حلوه في اي كيكه هي اللي كتعادل لنا الذوق ديال الكيكه ديالنا. وهنا غادي نحتاج نص كاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وغادي نخلطوا هذيك البيضه مع سنيده باش تخلط مزيان حتى يذوب لنا هذاك السكر ديالنا وينسجموا بجوج. عاد غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت، دائما القياسات بكاس العنبه. هاد الكاس اللي عندي انا راه كيوزن نفس القياس ديال كاس العنبه. وغادي نخلطو مزيان حتى ينسجم لنا داك الزيت مع الخليط الاول ديال البيض وسنيده، نخلطو حتى ينسجموا. وغادي نضيفو دابا كاس عامر ديال الحليب. بالنسبه للحليب البنات ممكن تعوضوه باللبن وممكن تعوضوه بكاس ديال الياغورت اللي يكون طبيعي اولا ديال الفاني بحال كما شفتوا. انا ضفت هنا كاس ديال الحليب اللي يكون عادي غير ما يكونش بارد بزاف صافي. وكنخلطوه باش كينسجم لنا المقادير مزيان. كنضيفوا معلقه صغيره ديال الخل العادي. هاد المعلقه الصغيره حتى هي كتساعد على الخميره باش كتطلع لنا الكيكه ديالنا وكتجي خفيفه. كنحركوها مزيان مع الخليط، وكنزيدوا 2 معالق كبار ديال الكاكاو. هذا الكاكاو المر انا خديت البنات اللي كيتباع بالعبار. الا بغيتو ديال الساشيات كتاخذوا 2 ديال الساشيات ديال الكاكاو باش كيعطيكم هذاك اللون اللي يكون كحل مزيان وكيجي المذاق زوين. ومن بعد كنحاولوا نضيفوا الدقيق باش كنخلطوا دقه واحده. انا درت هنا الكاس الاول بالقياس ديال كاس العنبه، درنا الكاس الاول وغادي نضيف عليه خمارات. غادي نحتاجو 2 ديال الساشيات ديال الخمارات، القياس يكون 7 غرام او 8 غرام ماشي مشكل، المهم كنحتاجو 2. كنديروهم فوق الدقيق وعاد كنخلطو باش ينسجموا لنا مزيان مع الخليط. كنحاولوا نخلطوا مزيان البنات. طبيعه الحال الدقيق راه كان عندي مغربل باش ما يشكل ليناش هذوك الحبيبات في وسط الخليط ديالنا ويجينا الخليط منسجم مزيان. غادي نحاول نخلطو مزيان. عاد غادي نضيف الدقيق اللي باقي. غادي نعمر هنا كاس ولكن غنضيف غير نص كاس حتى نخلط ونعاود نشوف واش نزيد. هنا البنات الخليط كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. عاد تخلطوا وغادي تشوفوا. انا غادي نوريكم الطريقه باش تعرفوا واش الكيك ديالكم صافي بارك عليه من الدقيق ولا خصكم تزيدوا. انا درت هنا نص كاس. غادي نخلطو مزيان، ضروري تخلط مزيان باش ما يبقى لناش هذاك الكاكاو ولا الدقيق في وسط الخليط ديالنا. كما كتشوفوا انا كنلقى ان الخليط باقي خفيف، وباش تعرفوا كتكتبوا هذاك رقم 8 كما شفتوا. الا ما بقاش كيبان لكم بسرعه فعرفوا راه باقي خاصكم تزيدوا الدقيق. انا زدت هذيك نص الكاس اللي كان باقي، يعني احتاجيت 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. غادي نحاول نخلطو مزيان وغادي نوريكم هذاك رقم 8 كيفاش كيتكتب وكيبقى باين. طريقه باش كتعرفوا على ان الكيك ديالكم يعني الدقيق فيها هو هذاك صافي ما تبقاوش تزيدوا. كما شفتوا الخليط كي داير. دابا نكتب لكم رقم 8 كما كتشوفوا راه كيبقى باين عاد كيتحيد صافي. هنا راه الخليط ديالنا هو هذاك. غادي نزيد نخلطو مزيان وندوزو باش نديروه في القالب ديالنا. هنا البنات من بعد ما خلطته مزيان خديت المول ديالي كما كتشوفوا. هذا المول اللي كيكون داخل شويه من الوسط اولا نقولوا المول السحري.
درناه دهناه بشويه ديال الزيت ورشيته بشويه ديال الكاكاو. اللي بغات ترشو بالدقيق ترشو، غير هو الكاكاو كيجي حسن، ما كيجيش باين من بعد ملي كيطيب لنا الكيك ديالنا، كيجي زوين وما كيجيش باين فيه الدقيق. صافي كنكبوا هذا الخليط بهذه الطريقه كما كتشوفوا، كنهزوا يدينا شويه الفوق باش الكيك ديالنا كيجي مهوي وكيجي خفيف. بهذه الطريقه كنحاولوا نكبوه في الوسط حتى كنكملوا الخليط ديالنا، ومن بعد عاد كنقادوه في جناب. فهاد اثناء البنات راه الفران عندي مشعول وسخون مزيان، غادي نقصلو على عافيه مهيله بزاف، وعاد ندخل الكيكه ديالي من الفوق. بطبيعه الحال العافيه تكون من التحت ديالها، غادي نخليوها حتى طيب، حتى كنحسوا بها صافي نشفات. اللي بغى يجربها بالكيغدو يجربها ماشي مشكل صافي. ومن بعد كنهبطها غير واحد شويه لتحت هي كتنشف من الفوق صافي، وكنحيدوها لان فيها الكاكاو طبيعه الحال ما غاديش تحمر صافي، غير كطيب كنحيدوها. وغادي نرجع معكم باش نكملوا التزيين ديالها. وهنا الكيكه ديالنا البنات من بعد ما طابت كما كتشوفوا راه كتنفخ وكتجي مقاده تبارك الله، كتجي رائعه. كنقلبوها في شي طبيصيل ديالنا كما كتشوفوا راه كتجي زوينه والمنظر ديالها رائع وكتجي خفيفه بزاف. اكيد غادي تعجبكم الا جربتوها. وهنا في كاسرونه خديت الشكلاط، هنا استعملت 12 شكلاطه ديال ديك 4 ريال، معروف طبيعه الحال القياس ديالو. وضفت عليها واحد شويه ديال زيت المائده ودرتها فوق بوطه مهيله بلا ما نحتاج لا حمام مريم لا والو. درناه فوق بوطه مهيله وكنبدا نحركها بالمعلقه حتى كيذوب لنا الشكلاط. دابا غادي نضيف له كاس ديال الياغورت فئه 110 غرام، يعني ياغورت العادي اللي كناخذوه من الحانوت. هنا خديت ياغورت مسوس طبيعي، اللي بغى ياخذ ياغورت بالفاني ماشي مشكل، غير هو باش ما تجيناش الحلاوه بزاف. ياغورت طبيعي مع الحلاوه ديال الشوكولات كيجي المذاق هو هذاك، كيجي رائع وكتجي هاد الكريمه كتجي خاطره وسهله. اللي بغى يدير كريم فريش يدير، غير هكا كطيح اقتصاديه وكتجي سهله والكل كيكون مستطاع انه يصاوبها. هنا البنات اللي بغى يسقي الكيكه ديالو يسقيها بالحليب، كناخذوها الحليب عادي وكنسقيوها. انا فضلت انني ما نسقيهاش لان مع ديك الكريمه باش كتجي متواتيه مع الكيكه كتكون ناشفه كيجي احسن. هنا غادي ناخذ واحد الموس ونحاول نتقبها واحد شويه باش من نكبوا هذيك لاصوص ديالنا غادي يهبط شويه في الكيكه وغادي تجي زوينه وغادي تجي رطبه ورائعه. كما كتشوفوا الكريمه راه القوام ديالها رائع بزاف، وحتى المذاق البنات راه كيجي واعر بزاف. غير جربوا هاد الكيكه ما غاديش تندموا، غادي تعجبكم ما تعجب حتى وليداتكم. وغادي تحمري بها وجهك حدا الضياف تبارك الله، كتبان رائعه وكتبان راقيه وحتى في المنظر كتبان زوينه. هانتوما غادي تشوفوني ملي غادي نزينها. غادي نحاولوا نديروا بهذه الطريقه حتى يتقاد لنا ديك الكريمه نيشان في الكيك ديالنا بهذا الشكل. دابا غادي نضيف لها كاوكاو اللي ديجا حمرته قليته في الزيت عادي وهرمشته واحد شويه كما كتشوفوا. وتزيين طبيعه الحال كيبقى على حسب الاختيار، تقدروا ديروا لها الكوك او جوز الهند، ممكن ديروا لها اللوز مهرمش هو بهذه الطريقه او اللوز ايفيلي، كيبقى لكم تزيين على حسب الاختيار ديالكم. انا عطيتكم غير افكار وانتم طبيعه الحال غادي تكملوا من عندكم تبارك الله. النساء المغربيات او النساء بصفه عامه فهم يعني كيبدعوا في المطبخ ديالهم تبارك الله، كل شيء كيعرف هذا الشيء. حنايا كنحاولوا اننا نعطيو النصائح ونقدموا لكم احسن ما عندنا باش حتى نتوما تستافدوا وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. اكيد كنفرح للتعاليق ديالكم وكنقراهم كاملين. كنتمنى هاد الكيك تعجبكم وتجربوها، وان شاء الله اكيد غادي تحماقوا عليها وغادي توليو مدمنين عليها. غادي نقطعها لكم دابا باش تشوفوها من الداخل، راه كتجي زوينه كتجي رطبه وهشيشه والمذاق ولا اروع.
كما كتشوفوا راه خفيفه، وشوفوا كي جات طالعه تبارك الله، غير بيضه وحده حصلنا على واحد الكيكه اللي هي زوينه وراقيه، وغادي تنفعكم ان شاء الله في العيد وغادي تعجبكم بزاف. كما كتشوفوا الشكل ديالها اللي هو رائع. كنتمنى البنات ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنساونيش دائما لي لايك ديالكم، واللي باقي ما مشتركش يضغط على زر الجرس ويشترك معنا باش يوصلوا كل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.